ازاي تعمل 30,000 جنيه في الشهر؟ دي حاجة بسيطة جدا وسهلة ان شاء الله. مع الفيديو ده هتفهم ازاي تقدر ان انت تعمل 30,000 في الشهر ومشروعك ينجح 100%. لكن للأسف المشروع ده ممكن يمشي معاك وممكن ما يمشيش مع غيرك، علشان المشروع ده بيستهدف فئة بس معينة هنتكلم عليها النهاردة. بس يا ريت لو انت اول مرة تتفرج عليا يا ريت تعمل لي سبسكرايب على القناة. ولو انت بتتابعني عايز اقول لك انا متأسف جدا جدا الفترة اللي فاتت عشان كان عندي مشاكل ما قدرتش ان انا انزل فيديوهات، فمعلش سامحني. ولو انت اول مره تشوفني يا ريت تعمل لي لايك على الفيديو ده وتعمل لي سبسكرايب علشان كل فيديو احنا بننزله تقدر ان انت تستفاد منه. خلينا نرجع لموضوعنا. ازاي تعمل 30,000 جنيه في الشهر بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا ومن غير ما تشتغل عند حد، يعني تشتغل كده عند نفسك. تمام؟ عرفت تشتغل والدنيا معاك، انت قلبك على شغلك، هتعمل ال30,000 وممكن تعمل اكتر منهم. طيب ازاي؟ اول حاجة انا بستهدف الناس اللي هم معاهم رخصة قيادة، مش شرط رخصة مهنية، اهم حاجة تكون رخصة قيادة وخلاص، رخصة خاصة. انا عايز منك يكون معاك رخصة خاصة. ولو انت بتعرف تسوق ومعكش رخصة تقدر تروح على المرور التابع ليك وتقدر انت تعمل رخصة ب5 6 آلاف جنيه، كل حاجة تخلص ويبقى معاك رخصة ب10 سنين. طيب ايه هي الفكرة؟ واحد هيقول لي انا عايزك تقول لي ايه هي الفكرة اللي هتدخل لي 30,000 جنيه في الشهر. انا اقول لك يا باشا الموضوع بسيط جدا. اول حاجة يا ريس هتروح تأجر عربية. خليك بس معايا للاخر علشان ما تاخدش الموضوع من اول كلمتين كده وتقفل الفيديو. هتروح تأجر عربية. الإيجار العربية دي هتشوف مثلا معرض يأجر لك مثلا عربية وليكن بي واي دي ولا فيرنا ب 10,000 جنيه في الشهر. واحد هيقول لي 10,000، هقول لك ايوه 10,000 جنيه في الشهر تقدر ان انت تأجر عربية. طيب وبعد ما اجر العربيه ب 10,000 في الشهر، في ناس بتطلب منك ال 10,000 مقدم، يعني اول ما تاخد العربيه تديله الشهريه. وفي ناس بتمضي على وصل وتديله 10,000 بعد اول شهر. بس الاغلبيه ان انت بتديله 10,000 جنيه في اول ما تروح تستلم العربيه. هنفترض ان انت مثلا معاك ال 10,000 جنيه وهتديله العربيه. انت لو اشتغلت الشهر كامل 30 يوم، مش عايزك بقى فكك بقى من جو الاجازات وجو مش عارف ايه، تمام؟ خلي يوم الاجازه اطلع اشتغل لك فيه 3 4 ساعات والباقي اليوم اقعد اجازه زي ما انت عايز. تمام؟ تقدر ان انت تاخد العربيه يا باشا وتعمل في اليوم الواحد، في اليوم الواحد اللي هو مش هقول لك بقى 10 ساعات، لا 8 ساعات. في الثمان ساعات تقدر تعمل فيهم 1000 جنيه. في الثمان ساعات لو انت هتشتغل صح وبما يرضي الله هتعمل في الثمان ساعات 10,000 جنيه. 1000 جنيه بالميت. يعني انت لو خدت 5 زباين في 200 جنيه، مش عايز حاجة تاني، او 10 زباين في 100 جنيه. انت مش عايز اي حاجة تاني، تشتغل بيها بقى اوبر، تشتغل كريم، تشتغل اي برنامج في برامج النقل الذكي. تمام؟ هتعمل ال1000 جنيه في 8 ساعات. ولو طلعت واحد قصادك بالعربية، مثلا انت تشتغل 12 ساعة انت تشتغل 8 وهو يشتغل 8، هيديك مثلا وليكن 600 جنيه. يبقى انت عملت في اليوم 1600 جنيه. تمام؟ خليك معايا كده عشان ايه نحسب مع بعض كل حاجة. 1600 جنيه. يا عم قول انت هتشتغل عليها لوحدك هتعمل 1000 جنيه، سيبك من 600 جنيه. في خلال ال 30 يوم، في خلال ال 30 يوم انت معاك 30,000 جنيه. هتطلع منهم 10 ايجار وهتطلع منهم 5 زيت وصيانة، يبقى انت عامل في الشهر 15,000 جنيه. وانت مش شغال عند حد وشغال براحتك وتحت ايدك عربية تروح بيها يمين تروح بيها شمال، هتوفر لك مثلا مواصلاتك او مواصلات العيال او مواصلات الجماعة في البيت. لو في لا قدر الله اي حاجة يبقى معاك تحت رجلك عربية، احسن ما تبقى شغال في شركة والشركة دي تلزمك مثلا ب 8 9 ساعات او 10 ساعات، انت ما تقدرش تخرج من الشركة في خلال الوقت بتاع العمل بتاع الشركة. فدي فكرة بسيطة جدا وسهلة جدا انك تروح تشوف معرض كويس يكون، ويستحسن يكون انت ليك كلام معاه او يكون ليك معرفة معاه، علشان ده هيسهل عليك موضوع الاوراق والكلام ده. تمام؟ تروح تأجر عربية في سكة 10,000 جنيه. مش شرط تجيب عربية واو، تجيب عربية انت شايفها ان هي تقول معاك وتشتغل معاك من غير ما تتعبك او تقرفك.
ركز معايا. وبرضه هرجع واقول تاني في الفيديو ان الفيديو ده ممكن يفيدك وممكن ما يفيدش غيرك، يعني عشان في ناس بتخش في الكومنتات تقول لي هو ده مشروع تتكلم عنه؟ ايوه ده مشروع اتكلم عنه. بدل ما تروح تشتغل في شركه ويلزمك ب 8 ساعات وفي الاخر يديك مثلا 7 8000 جنيه في الشهر، لا يا باشا انا اروح اجمد قلبي. هو الموضوع بس عايز جمدان قلب، قلبك جامد خش، بتعرف تسوق وقلبك جامد واثق من الطريق واثق من نفسك، خش بقلب جامد. وانا بقول لك المشروع ده ناجح 100%. هتروح يا باشا على اي معرض قريب منك، تجيب عربيه ب 1000 جنيه ب 10000 جنيه ايجارها في الشهر، تمام، تشتغل ال 30 يوم بما يرضي الله وتحافظ على حاجه الناس، علشان زي ما هتحافظ على حاجه الناس ربنا هيحافظ على اكل عيشك ويديك من وسع. تمام. لو اشتغلت عليها لوحدك هتعمل بالميت في الشهر 30,000 جنيه، هتطلع منهم 10 لإيجار وخمسة للزيت والصيانة والكلام ده، فاهم؟ 5 للزيت والصيانة. تمام. صدقني هتلاقي نفسك عامل 15,000 وانت مستريح بعد مصاريفك. لو انت مثلا بتجيب اكل وانت ماشي ب50 جنيه مش عارف ايه وماشي وعامل لنفسك تارجت، صدقني هتلاقي نفسك انت عامل 15,000 مرتاح جدا جدا جدا. انا اعرف ناس بدل هي منزله عربيتين وثلاثه على اسمهم، منزلين عربيات على اسمهم ومشغلاهم مع ناس تانية وهم قاعدين في البيت والفلوس بتجيلهم لحد عندهم. واعرف ناس منزله عربيه وبتشتغل بال 12 ساعه وبال 18 ساعه، بص عنده استعداد يشتغل 24 ساعه ليه. بس اهم حاجه برضو لازم تريح العربيه علشان تقدر ان هي تسعفك بعدين وتشتغل معاك، ما تاخدش العربيه تهلكها. لا انت عشان برضو العربية لو اتهلكت هتبقى عليك، الخبطة هتبقى عليك، تمام، اي صيانة هتبقى عليك. فانت لازم تحافظ على العربية اكتر ما تحافظ على العربية بتاعتك، يعني اعتبرها بتاعتك ويمكن اكتر. تمام. يبقى انت هيطلع لك 15,000 في الشهر صافي ربح. المشروع اللي انا قلت لك عليه ده فكرة جميلة جدا، فكرة كويسة جدا. لو انت واثق من نفسك واثق من سواقتك خش بقلب جامد، وانا اضمن لك ان شاء الله بعد ربنا ان المشروع ده هينجح معاك واسمك شغال عند نفسك مش شغال عند حد، ومش شغال في شركة قفشاك او ماسكاك بوقت معين او حد بيتحكم فيك. لا دي حاجة بتاعتك تحت رجلك تحت بيتك ملهاش حل. وبس كده يا شباب، ده كانت فكرة مشروع النهاردة. يا ريت لو انت شفت المشروع بالنسبة لك مش هيبقى كويس اعمل لايك عشان ممكن غيرك يشوفه ويستفيد. واسف جدا على التأخير اللي انا اتأخرته على القناة، وان شاء الله الايام اللي جاية في مشاريع كتير هتنزل وفي فيديوهات كويسة جدا هتفيدك وهتفيد غيرك ان شاء الله. بس كده، يا ريت لو انت اول مرة شفت تعمل سبسكرايب على القناة وتفعل زر الجرس. وكان معاكم هشام سعيد من قناة هشام سعيد.